بطاطس مهروسه كريمي بطريقه المطاعم، كانت طعمها تحفه. حطيت 2 بطاطس بس، دي الكميه اللي انا كنت محتاجاها. انتوا عايزين زودوا براحتكم. قطعتها مكعبات وحطيتها على النار تتسلق. هسلقها 100%، يعني انا عايزاها تكون مهروسه جامد، مجرد ما ادوس عليها الاقيها اتهرست على طول. نزلت عليها بمكعبين من الزبده وربع كوبايه من اللبن وربع كوبايه من كريمه الطهي. لو كريمه الطهي مش موجوده اللبن يكفي عادي. هرس بقى كل المكونات دي كويس قوي لحد ما الزبده تدوب. مهم جدا جدا ان احنا ننزل كل الخطوات ديت والبطاطس السخنه اول ما ننزلها من على النار. نزلت برشه من الملح، ممكن رشه من الفلفل الاسود. انا كان عندي الخلطه اللي كنت عاملاها قبل كده عندكم على القناه، هحط لكم في صندوق الوصف الفيديو بتاعها. بتبقى مكونه من توم وفلفل وبهارات كتير وبتبقى طعمها حلو قوي. انا بحب اهرسها لحد ما تبقى معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه دوت، كريمي جدا، وبجد بتبقى طعمها حلو قوي زي المطعم بالظبط، مفيش اي اختلاف. بصوا انا كده خلصت، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا حبيت ازينها كده بشويه بقدونس، باي تزيين انتوا تحبوه. اظن احلى من اي مطعم تاكلوا فيه. بجد كانت طعمها حلو قوي وكريمي جدا، وعملناها بأدوات من البيت وبخطوات بسيطة جدا زي ما انتم شايفين. هي بجد ما خدتش مني اقل من 10 دقايق، يا دوبك سلق البطاطس بس هو اللي خد وقت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس. واللي عندي على الفيسبوك والتيك توك اتمنى طبعا يعملوا لي لايك وفولو. باي باي.